السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو بمناسبه اقتراب شهر رمضان، الله يوصلنا عليه بالصحه والسلامه وبكل ما كتمناو. غادي نشارك معكم اليوم واحد الشباكيه باللوز والزنجلان، صراحه كتجي رائعه مقومه، كتجي هشيشه ومعلكه. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو اكيد ما تنساونيش من الدعم ديالكم بواحد اللايك، واشتركوا في القناه لاول مره كيشاهد القناه، وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. يلا نخليكم مع تتمه الفيديو وفرجه ممتعه. كنحتاج هنايا 2 كيلو تاع الدقيق. هنايا كنحتاج هنايا ربع تاع اللوز. من بعد ما حيت ليه القشره كندخلو الفران كيتحمر، وكنطحنوه هو سخون باش كيطلق ليا ديك الزيوت ديالو، كيجينا على شكل براليني كما كتشوفوا معايا. هنا عندنا 200 غرام ديال الزنجلان، حتى هي كنحمرها في مقله، كندير معها معلقه تاع الزيت وكنسخنها مزيان وكنطحنها وهي سخونه باش كتطلق ليا ديك الزيوت حتى هي. كاس ديال الزبده مذابه، هنا 2 كيسان ديال الزيت، هنا كاس د الماء دافي ذوبت فيه ديك الزعفران شعره، عندنا هنا 4 كاس ديال الخل، هنا كاس ديال الماء الزار، هنا عندنا 4 المعالق ديال النافع وحبه حلاوه مطحونين، معلقه د القرفه، هنايا راس معلقه ديال الخميره ديال الخبز، خبير حبيبات. كناخذوا هنايا اللوز، شفتوا البنات معايا اللوز انا راه كنطحن مزيان مزيان، كنطحنوه هو سخون باش كيطلق ليا ديك الزيوت اللي فيه. وضروري البنات ملي تطحنوه تصفيوه في الصفايه ضروري باش تفاداو يبقاو لكم ديك الحبيبات. هنا الزنجله هي بنفس الطريقه، حتى هي كنطحنها وكنصفيها مزيان مزيان حتى هي. انا كنضيف الزبده، هنايا الزيت، هنا كنخلط هاد المكونات اللي فيهم مواد دهنيه، كنخلطهم مزيان مزيان باش ديك الزبده ملي كنكب الماء ما كتجمعش، حيت مع الزبده كتكون سخونه شويه وكتكبي عليها الماء بارد صافي كتجمع، كتعذبكم في الخدمه. انا كنبدا نخلط مزيان حتى كيتجمعوا ليا ديك المكونات كاملين. هنا من بعد غادي نضيف هنايا الماء الزار و 4 كاس ديال الخل والماء اللي كنت ديجا دوت فيه زعفران الحر. هنا ضروري ما تصفيوه، هنا كتحاولوا يعني تصفيوه مزيان. غنضيف هنايا النافع وحبه حلاوه والقرفه. بالنسبه لنا للدقيق انا عندي هنايا 2 كيلو ان شاء الله، غادي نضيفه يعني كله في دفعه واحده كما غتشوفوا معايا. من بعد غادي نضيف هنايا شويه ديال الخميره، وغادي نبدا نجمع هذا الخليط مزيان، يعني كنبسبس هذا الدقيق في هذه المكونات. من بعد عاد غنضيف الماء بشويه بشويه حتى تجمع لي العجينه. هنا البنات من بعد ما جمعت العجينه على هذا الشكل، هزت ليا 2 كيسان ونص تقريبا ديال الماء، المهم على حسب العجينه. تقدر تهز كاس 2 كيسان 2 كيسان وربع 2 كيسان، المهم كتدخلوا بشويه بشويه. العجينه كتكون متماسكه، كتكون قاصحه شويه، ما كتكونش رطبه، باش تعاونكم في الخدمه وباش التشبيكه تجيكم زوينه وتجيكم فتيه وتجيكم هشيشه ان شاء الله يا ربي. تصدق لكم ان شاء الله يا ربي، تجربوها تصدق لكم. هنا من بعد ما دلكت العجينه انا كندلكها واحد 5 دقائق حتى ل 10 دقائق يعني مزيان كما كتشوفوا معايا. كنقسمها على حسب القياس ديالكم نتوما اللي بغيتو تخدموا به. انا كنقسمها بهذه الطريقه. شفتوا معايا العجينه كيفاش كتجي؟ راه كتجي شاده راسها، ما كتجيش رطبه. هنا من بعد غادي نسرح هنايا العجين كما كتشوفوا معايا على شكل مسمنه. هاد الطريقه كتخلي العجين كتقادوها مزيان وكتجيكم حتى الشباكيه مورقه، يعني ما تبغيو تخدموا بها في الماكينه كتجيكم يعني مقاده، ما كيضيعوش لكم الجوانب. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل هنايا الكميه اللي عندي كامله ونرجع معكم ان شاء الله. من بعد ما طويت العجينه ديالي كلها على شكل مسيمنات، كنحتفظ انا بها في بلاستيكه وكنخليها ترتاح. انا من بعد ما غترتاح ان شاء الله نرجع معكم نكمل معكم ان شاء الله. هنا من بعد ما ارتاحت لينا راه كتطلق شويه، كتبقاش قاصحه، كنطلقها بالمدلك. كنوجد هنايا الوراقه ديالي اللي غنخدم بها، انا كنطلقها شويه بالمدلك بهذا الشكل اللي كتشوفوا. هنا كنرش واحد شويه دقيق وكنقسمها على 2
انا كنقسمها على جوج باش تجيني سهله الخدمه في الماكينه. كنزيد نسرح هاد العجينه وكندوزها في الماكينه. انا على حسب الماكينه، كل ماكينه والارقام اللي فيها. انا المهم كنسرحها بعدا في الرقم 4، عاد كنعاودها في رقم 6. انا حيت الماكينه ديالي من 1 حتى ل 7، انا كندوزها في رقم 4 عاد كنعاودها في رقم 6. سرحت العجين ديالي لهذا الشكل، كناخذ هذا الطابع ديال الشباكيه ولا كتستعملوا الجراره. المهم انا كنستعمل الطابع الصراحه كيعاون مزيان وكيتسرع الخدمه، وكيجيوك الشكيلات تاع الشباكيه كلهم قد. المهم ردوا معها البال باش تكون الخدمه كلها سهله. وانا كنحيد ليا الايد ديالها باش كتطبع ليا مزيان على هذه الطريقه حتى كنسالي. شو البنات راه كتجي الشباكيه صغيره، راه كاين القطعه فيها الحجم الصغير والحجم الكبير. نتوما خذوا الحجم الكبير الا جاتكم هاد التشبيكه صغيره، ولا عجباتكم خذوا بحالها راه رخيصه 260 راه كتنفع الصراحه. هذيك الزوائد غنجمعهم ما كندلكهمش، غير كنجمعهم وكنديرهم في بلاستيكه وعاوتاني نعاود نطلقهم ونخدم بهم. صافي كنكمل بنفس الطريقه وندوزو ان شاء الله الطريقه ديال التشباك. بالنسبه لبزاف ديال الناس ما كيعرفوش يعني الطريقه ديال التشباك. يعني انا هذا الفيديو يعني للناس اللي ما كتعرفش يعني يعني كيفاش كتشبك الشباكيه. هنايا كناخذ كما كتشوفوا معايا. هنايا بالنسبه لهاد الشباكيه انا عندي هنايا الحجم صغير، كناخذ هنايا يعني 3 ديال الاشرطه كيكونوا، كندير جوج فوق بعضياتهم بهذه الطريقه، وهذاك الواحد اللي بقى بوحدو كما كتشوفوا معايا كنقلبوه الجهه الاخرى، وكنحاول نسد هذوك الجوانب بجوج مع بعضياتهم. كنحاول يعني نسدهم مزيان باش ما يتحلوش ليكم ما تبغيو تقليو. صافي وغادي نقلب هنايا الشباكيه بهذا الشكل على سطح العمل، ونحاول نقد من الداخل. صافي وكنسد من الجوانب بجوج يعني بهذه الطريقه، يعني كتسدو مزيان. صافي كنهزها وكنحطها في البلاطو وكنخليها حتى كتنشف. كما كتشوفوا الشكل ديالها صراحه كيجي زوين، وكيجي نفس القياس. هاد القطعه باش زوينه كيجيكم يعني القياس ديال الشباكيه كله نفس، يعني كيجيكم متساوي. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل ان شاء الله الكميه اللي عندي كامله. البنات هي الكميه اللي خرجت ليا تبارك الله ما شاء الله، راه كتخرج كميه كثيره. شوفوا معايا الشكل كيجي متساوي. وهنا البنات كتخليوها حتى كتنشف مزيان كتبداو تقليوها. وهنا كندوزو ان شاء الله للقلي. هنا عندنا العسل انا كندفيها شويه يعني بعد ما كتنشف. شفتوا معايا راه كتنشف مزيان. انا منين ساليت حطيتها فوق البوطاجي وخليت الشارج نتاع الكوزينه محلول، وكان الكولوندر دغيا نشفات ليا. هنا من بعد ما كيسخن الزيت كنوضع فيه ديك الشباكيه، كتحطو غير بشويه راه كيبقى الشكل ديالها هو هذاك ما كيتبدل ما حتى حاجه، كيبقى محافظه على الشكل ديالها. داكشي علاش خصكم تنشفوها مزيان، ماشي غير تخدموا وتبداو تقليو، حيت الا بديتو قليتو ديك الساعه صافي راه تحل لكم كامله في القلي. كتشوفوا معايا راه كيجي الشكل ديالها زوين. صافي كنتستمر حتى كتحمر معايا. صافي كنوضعوها في العسل. هنا البنات العسل ضروري يكون مدفيينو شويه، ما تكونش العسل بارده باش ما تهرس لكم الشباكيه. ضروري كتسخنوا واحد شويه دفيوه مع ديك السخونيه تاع الشباكيه، راه غترجع عليه السخونيه وغيزيد يسيح معكم باش الشباكيه تشرب لكم ديك العسل مزيان مزيان. صافي انا كنستمر بنفس الطريقه ديال القلي. كتوضعوا الشباكيه في الزيت وصافي وكتكملوا بنفس الطريقه.
تردوا مع البال. البوطه كتكون مهيله، ما كتكونش مجهده باش الشباكيه كطيب على خاطرها، كتاخذ داك اللويل مذهب. انا بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه اللي عندي كامله ان شاء الله. هنا من بعد ما كتشرب لنا الشباكيه مزيان في العسل، عاد كنصفيوها في كسكاس ولا شبيكه ديال لينوكس ولا اللي متوفر عندكم. نشتو معايا الشباكيه كيفاش كتجي مذهبه وكتجي زوينه. انا صافي كنستمر حتى كنكمل الكميه كامل اللي عندي. انا كنقلي كنخلي دابا 2 قليات في العسل صافي. لما كنبغي نحيد القليه الثالثه كنحيد ديك الشباكيه عاوتاني باش ندير الشباكيه الاخرى. هذه الطريقه اللي كنخدم بها. هنا كنكمل بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه ديال الشباكيه اللي عندي كامله، وكندوز ان شاء الله الطريقه ديال التزيين. هنا كناخذ الشباكيه وكنستف طبقه ونوضع الجنجلان، عاوتاني ندير طبقه ونرش الجنجلان باش كتجي الشباكيه تبارك الله كتجي متساويه، وكتجي حتى التزيين كيجي فيها زوين. كبرنا بنفس الطريقه ان شاء الله. هنا بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ البنات انا كنديرها في البواطات وكتكون محكمه الاغلاق وصافي كتحتفظوا بها في البلاكار. وانا دابا عندي كميه كثيره، كنوضع واحد الكميه اللي غتقدني في رمضان كنديرها غير في البلاكار، وكندير واحد البواطه وكنستها مزيان، كنلوي على السلوفان مزيان مزيان باش ما تدخلش ليا الريحه، وكنوضعها في الفريغو. كتبقى ليا ما كيفوت رمضان. بعض المرات كتشهاو حريره كيجيو عندكم الضيف على غفله كتحتاجوها ورا رمضان، تبقى حتى شهرين في الفريغو كتبقى زوينه وكتجبدوها بحال يلا صوبتوها. نتمنى ان شاء الله تجربوها تردوا عليا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالنا. راه كتجي رائعه لا شكلا ولا مذاقا، تبارك الله ما شاء الله. شوفوا معايا كيفاش كتجي، راه كتجي مجعبه كتجي شاربه العسل نفس الوقت كتجي هشيشه. نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. تنساو من الاشتراك ولايك وشي تعليق زوين بحالكم. ومن هذا الفيديو كنقول لكم السلام عليكم، تلقاو ان شاء الله في فيديو جديد.